اكتر حاجه بحبها في المصريين الافيهات بتاعتها. يعني مثلا احمد حلمي كان عنده مسرحيه في السعوديه، فلا واحد مصري قاعد في الصف الاول بيقول له ايه ده، ها انت مصري قاعد في الصف الاول، ده انت اكيد معزوم ها. وسبحان الله ده كان في جنب واحد سعودي مثلا او بحريني، ما كان ممكن يساله وانت قاعد صف اول ليه، ما يمكن يكون معزوم هو كمان، ولا يمكن المصري هو اللي كان عازم السعودي او البحريني او القطري. يعني مش عايزين نخبط في حد بعينه. ايه طيب يا فنان، هو انت منين معلش، نيوزيلندي حضرتك؟ يعني وانت مش عارف ان الفيديو ده متصور، واللي انت بتتصور ان فنان زيك لما يرمي افيه زي ده يبقى مهين وبيهزق واحد مصري؟ ولا انت ما خدتش بالك، ولا ها كوميديا وكده، ولا ايه يا فنان؟ ومعلش يعني يا فنان، هو انت اللي طلعك زمان وخلاك تعمل افلام وبتاع كان مين معلش؟ مين يعني؟ معلش يعني اللي عمل لك مثلا واللي دخل لك السينما في اول افلام ليك قبل ما الخليج يعرفك او اي حد يعرفك كان مين؟ مش كان ممكن المصري ده، ولا ممكن يكون ابوه، ولا ممكن هو كان وهو صغير كان بيهرب من المدرسه عشان يجي يتفرج على الفيلم بتاعك، ولا هو ها بقى وكده؟ فمش كل واحد راح السعوديه يا جدعان هيبدا الحركات دي. خفوا على نفسكم شويه ها.